متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا من ظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية إخواني وأخواتي جميعا ويبارك فيكم. إحنا الآن أمام الكنيسة، الكنيسة اللي بنتنا وأختنا رندا ترددت عليها وطلبت منهم حقها. عدل؟ صح. أختنا رندا أكثر من مرة ترددت على الكنيسة وكلمتهم وقالت لهم أنا قاصر، أبي أوراقي، ساعدوني. حاولنا كثر ما نقدر أن نتصل معاهم على أساس ناخذ موعد وأنا قابلهم شخصيا، لكن بحقيقة الأمر شنو صار؟ ما قبلوا. قول لي شنو صار بالضبط؟ خابرتهم على مود ناخذ موعد، بس ما قبلوا. ليش؟ ما قبلوا، يقولوا لي بكيف ايش تريدون نسوي؟ وقلت لهم يعني مثلا اذا اسوي شيء لا تلوموني ولا تحطون الحق علي. وقالوا ايش تسوي اللي تبي تسويه؟ اي اللي تريدين تسويه روحي سويه. فاحنا تريدين ترجعين للعراق روحي رجع، احنا شلنا علاقه. حلو. تريدين تبقين احنا هم لنا علاقه. حلو. هاي طبعا اختنا رندا نفس ما شرحنا وبينا في السابق انها تبهدلت وتمرمطت وتعبت، واحنا بصراحه ما نقبل. احنا ما نقبل مهما كان هذه بنت، حتى لو كان ولد ما نقبل، ما بالك بنت. يعني احنا والله قاعد نوجه ثاني رساله، قاعد نقول يا جماعه يا اخواننا لازم مشكله رندا تنحل باسرع وقت ممكن، لان فعلا انتم شنو ناطرين؟ شو اللي تبونها تسوي؟ تبونها تضيع؟ تبونها تتبهدل اكثر؟ بنت بسنها، كم عمرك الحين حاليا؟ هسه 16 11 فوق 20 سنه. يعني هي داشه بالعشرين ومحافظه على نفسها، ايش تبون؟ ايش تبون اكثر من كذي؟ احنا نوجه رساله للقس عدل. شو مشكلتها؟ ليش لحد الان ما اعطيتوها اوراق؟ علما بان هي تنازلت عن حقوقها، تقول ما بي لا مستشفيات ولا ضمان صحي ولا باي شيء. عدل؟ شنو اخر كلام قلتي؟ ما اريد كل شيء من الدوله، لا فلوس، لا تامين صحي، لا بيت، لا شغل، كله انا. اللي ابي بس اوراق اشتغل. بس اوراق واشتغل، حتى اقامه لا ينطوني. اريد بس اوراق اشتغل، يكون عندي ورقه عمل، ورقه موافقه تاخذ بيت، لا عندي بيت، لا عندي شغل بيدي، كل شيء موجود. يعني بصراحة احنا ناس والله ما ادري ايش اقول. نفس هالبنت الحين الله يبارك فيها محافظة على شرفها، محافظة على عرضها، وبوسط ناس كل الناس تنهش فيها. هذا الكلام ولا لا؟ صح. الكل قولي. وهم يضوجون من عند المسيحيين من يقعدوا ويا الاسلام. يعني يموتون ما يريدون يقعدوا ويا الاسلام. يقولون احنا انهزمنا من عندهم، انا ما لي علاقة بحد، انا ما عندي تفرقة. انا كلهم عادي يعني.
فاحنا نوجه رساله، اذا ما انتم يا اخواننا قادرين تحلون مشكلتها، اوجه نداء وشوفوا فزعه الاسلام. انا مستعد اوجه نداء وشوفوا سفاراتنا، ما حتقصر معاها. احنا ما طلبنا شيء، بس هذه بنت عمنا يعني من العراق، يعني من العرب. ايش تبونا نسوي؟ نشوف ونسكت؟ يبا احنا عندنا غيره، وغيرتنا تفور، ما نقبل بكذي. شو المطلوب يعني منا؟ نسكت؟ ما راح نسكت. والمشكله هذه مو بس حق رندا، لا، انا اتوقع في بنات وايد نفس طبعا اكو هوايه. وليش ساكتين؟ انا ما نعرف. وهي الاخت رندا تمثلهم. احنا بناتها تتبهدل كذي، لا اقامه لا اوراق، وتنام في الشوارع، وممكن مهدده في اي لحظه ان اي احد لا سمح الله يعني ما انتم عارفين انه ممكن يكون لها تحرش، لان فعلا هي وين تروح وين تجي، من وين تصرف، من وين تاكل. اهلها لمتى يبعثوا لها فلوس؟ لمتى؟ خلاص ما في. انا بعرف انا بيش طالعين لي بقلبش عشان بس توصلين، لان انا فعلا ما انا عارف شو اقول. طلع لي بقلبش. صدقني يعني انا ما اريد كل شيء، يعني اكثر من هذا الشيء ما حد ما يتنازل على حقوقه هنا. جيب لي واحد انسان يتنازل على حقوقه، ما يتنازلوا، لانه بي كل شيء. مثلا من اكبر هم يداروني، من اكبر الدوله تشيلني. انا ما اريد كل شيء، اريد حلين. يا اما ينطوني اوراقي يا اما ارجع. يعني انا متبهذله، لا دا امشي بطريق غلط على مود اقول اني ماشيه بطريق غلط فالله دا يعاقبني. اني ماشيه بطريق صح، وهذا الشيء دا يصير بي. يعني اني مال ابقى بكم، لا مستحيل، ما اقدر، لانه شفته نهائيا مو قليل، شفته كل الصعب، ما حد ما شاف. طفله طبيت 16 سنه مع 17 سنه هنا، فاللي شفته هنا مو قليل. في امور لازم نوضحها. انت اقامتش لما نيتي وين ودوش؟ وين يبونش تقعدين؟ شنو في؟ لازم من اسلم نفسي مركز شرطه، ايه؟ يذبوني بكم. انا سلمت. هم مو عارفين شنو كم، علميهم شنو يعني شلون نقول، مكان اللاجئين ينامون به، يعني خصيصا للاجئين. باختصار، هل يصير معاشره جنسيه قدامك؟ يصير. يعني شفت كل شيء. انا بس اخواني العرب يا اهل الفزعه فهموا انا لازم اوضح ولازم ابطل جربه. تقعد في مكان في رجال وفي نساء وممكن يمارسون الجنس قدامها، المطلوب منها انها تقعد في هالمكان. زين انا ما اقدر، لا قعدي شو تشوفين بامانه. انا ظليت 6 شهور 7 اشهر، ظليت 6 شهور هناك. يعني شفت كل شيء، فكنت اسكت اقول يعني ما عندي مكان، وين اروح وين اجي، فمجبوره ابقى هنا. فاللي شفته اكثر يعني زياده عن اللزوم. يعني مثلا اطب، اريد اسبح، اشوف كل شيء قدامي، لانه حمام مختلط، ولد وبنت. يعني انا فاهميهم يعني شنو تشوفين هاي المفاصيل؟ ايه هم مو فاهمين ترى، عشان بس عريانين البنات والولد ويمارسون الجنس عادي، ولا كذيش موجوده عادي، ولا كأني موجوده، لانه هم يحاسبين. يعني اوروبا، يعني شنو اوروبا ترى مو شيء كذي. اوروبا بس هي امن وامان. احنا كل شيء ما نريد من عندهم. اي، فانا شفت يعني شغلات اكثر من اللازم، فاني ما استحملت بعد. خلاص يعني انا طلعت، قلت لهم خلاص اني اطلع. قالوا طلعين على مسؤوليتك. قلت لهم اطلع على مسؤوليتي، لانه كل شيء، حشيشه من مخدرات، كوك، كحول، ابيض يعني كوك، اي كل شيء. يعني انت مو قادره تنامين، تخافين تنامين اي احد؟ طبعا اذا اني انام هنا وولد نايم بصفي، شلون انام؟ بنفس السرير بنفس المكان، نفس هاي هذا سريري هنا وسريره هنا. يعني شنو اللي يفرق؟ الشيطان بهذا النص. وغير انه يحشش او يجيش سكران. طبعا او ممكن يمارسون الجنس قدام في السرير. شفته قدام وبعد شفت قدام. يعني هذا الشيء ما ياثر فينا، هذا الشيء ما يضايقنا، هذا الشيء ما يتعبنا. المشكله ان القس من العراق عدل. اي شلون يعني؟ يعني انا ماني عارف. يا القس ترضى على بنتك، ترضى على اختك، ترضى على شرفك، ترضى على، ماني عارف ليش لحد الان انتم محلين مشكلتها؟ ايش ناطرين؟ انا والله امس اجتمعت معاها
قالت لي كلام شويه يعور، قالت انا مستعد اروح للاسلام. اي صح، قولي صح. وصل رساله. إيه هم ما ساعدوني. صح، لانه انا اطب على قس عراقي من عندي وبيه وابن منطقتي احكي وياه يقول لي قعدي بالكم، اقول له عندي حاله نفسيه صار فلان شي قدامي، يقول لي روحي للكم، اذا ما تروحين للكم ما نقدر نسوي لك شيء. لا انا قالوا لي روحي للكم، رحت للكم جبت لهم ورقه اللي هم رادوها وما سووا لي شيء، ما سووا لي شيء. يعني اني لا والله اذا المسيح هيجي، المسيح ما يقبله هيجي، بس احنا البشر هم يعجبهم يفرقون. والله هم باوروبا، يعني شنو اوروبا؟ اني هسه مو اني عمري 10 سنين، ليش ما صرت مثل الاوروبيين؟ صار لي 10 سنين من طلعت، ليش ما صرت مثلهم؟ ليش ما لبست مثلهم؟ ليش ما تاقلمت مثلهم؟ كان اني هسه بالي مرتاح. لو اريد، لو اني ما عندي غيره وشرف وناموس واهلي ما مربيني، اروح اتزوج واحد الماني واخذ اوراق عليه، ولا هاي الاهانه اللي اني بيها. بس اني هذا ضميري ما يقبل اسوي هذا الشيء. وطبعا احنا لما نقول كذي في ناس راح تفهمنا غلط، هذا بيأسلمها بياخذ المسيحيه. واحنا قلنا في السابق، قلت في اكثر من مقابله واكثر من محاضره واكثر من حلقه، ان احنا ما نفرق ولا لنا شغل باي شيء. انا احترم الانسان لاجل انسانيته، لكن الحين لين نساعده يطالع شوف المسلمين، لكن هي بكل امانه وصدق ويشهد الله علي، هي اللي قالت انا مستعد اسلم ولا ما اطيح. اسلم على مود ولد وما اسلم على شيء. اني بس انا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي شاهد علي مو احد. لانه ما يصير واحد يروح يسلم، والله انا راح اسلم على مود ولد، انا والله راح اسلم على مود اجاكر الكنيسه، لا، هذا الله راح يحاسبني، لان انا ما مسوي شيء بحياتي غلط. ليش اني اسوي شيء غلط؟ اني اسوي امامي وامام الله اللي يرضيه، بس كل هذا الشيء اللي صار. فاحنا راح نوجه رساله للكنيسه، اذا انتم ما انتم قادرين تساعدونها وتبي تجبرونها انها تقعد في مكان هي رافضه تقعد فيه، في خلط وفي مخدرات وعينك عينك، انتم قولوا واحنا نطلب الفسعه من المسلمين، من الانسانيه، من الخليجيين، من العربيين. وشوفوا سفاراتنا شلون تتحرك. يعني امس قالت لي انا مستعد اقيم في مستشفى، قولي لهم شنو قلتي لي امس بالضبط. صحيح، انا قلت لكم انا مستعد اطب حتى مستشفى يعالجوني، اوكي انا اللي اريده اصلا، والاقامه غصبا ما عليهم يجيبوني، بس هم معلقيني. شايف الحبل الضعيف من يعلقون الانسان؟ نفس الحاله. لا هم مرجعيني للعراق يا اهلي، خل اموت على الاقل اموت ببلدي، يا ولا هنا انا منطيني اقامه اقدر اعيش. هنا أنا كل شيء غالي، شفتوا ايجارات، محلات، ما حد ما يقدر كل شيء يسوي. واحنا دائما احنا مقيمين، المقيم ما يقدر يسوي شغلات، ما يقدر يشتري كل شيء، ما يقدر يأجر بيت غالي. زين وين حقوق الانسان؟ في حقوق انسان هنا أنا اكو حقوق، بس انا دا اقول لك انا اتنازل عن حقوقي حتى صليب الاحمر. يعني انت رحتي لهم مثلا؟ انا رحت لهم وحكيت وياهم. ايش قالوا؟ قلت لهم اطب مستشفى، ادخل مستشفى. شنو قالوا لك؟ ترى ماكو انسان يجي يتبلى على نفسه ويقول دخلوني مستشفى مال مخابير، بس بسبيل اطلع من هذا الشيء كله. خابرت الكنيسه قلت لهم اني ما عندي بيت، انا بالشارع. قالوا دبري نفسك. يعني اني لو ما صانتني الغيره والشرف اروح اسوي شغلات مو زين. اللهم زين، ممكن تتصلين شيء تفتحين السبيكر؟ اي عادي. تفضل. احنا راح نسوي اتصال وراح نسمع المكالمه. الو هلو. هذا خيود. الحمد لله. امنخ يعني بلا زحمه ابونا اواكل ما هاك ما ميرخ. انا متكن ما ميلو مفهمت ابو غزوان. اذا اريد عشت شو محامين ليلى ابو قبال الا داخل العنوان دي. زين انا كم دي اللي داخل العنوان دي. ايه كم يعني ما بزت فلخو بوراقنا دي وهاي لك عنوان. اكبر كامل بما قانوني له. ونفس الحاله ابونا موزار بيده يبطل
محمد لا زين ما كم ماميري ابو نواكي، لكن ماميري انا مال النخل المستشفى. لو انا غلطانه وين؟ زين بما يصير ثلاثاء اللي اها كان لكم جاوب لكم جاوب لي او مندي ما بوذا دكتوري بما دكتوري ما ياخذ فتره يوميا بس انا كم ماميري ثلاثاء ديو خميس مير طالي ثلاثاء رندا ثلاثاء لكن ما يبين سوق بريا ليثم بينات المندي ايت لما ندخلوا كما وتي رقم التليفون احدق لي الا ميري طالح ابونا ماكم مودتي مير طالي ثلاثاء اديو مهله اديو جمعه ثلاثاء اربعاء خميس جمعه 4 يوماثا يعني كاو هذا خمندي يعني كان كاخ بعراق والله قيمي كله يبواجب الديهن بس اخلق قيمي لانه هيك يوخ باوروبا يوخ لا تنعي قاو الناشا بس بالبدايه ليله اشقيل اوراق الدي لا تغذى مشكله بس عادي اوكي لا تغذى مشكله بوذن هاي ست ثلاثاء هاي ست ثلاثاء مرتبكبها تمام بس الدكتور ايه زين انا كما ميري موعد ايت كذا تجيبيهن مواعيد مير طالي ثلاثاء ديقن اللح ثلاثاء لكم جاوب لي ايه ما بشاي ما بوذن انا مودن اذا لا شو بدي انا مودن ليه اصلا لك بداوذ لي مندي غزي كان كباوذ من مندي بارق من داخل ومن داخل لما ميري طالح انا لا تبيثه وين بدماغه بشارع ميري طالح انا لا تبيثه ايه لا تبيثه شمو قال لي ثائر ميري طالح ثائر انا ميري طالح لا تبيثه زي دمخن بشارع ميري طالب كيفخ صح هي يقابل قيم مشيحه هذا خميره مشيحه هذا خميره خلاص زين منك مو انا كنت داخل انت المانيه اطلب مساعده مني ومحكي لها تلفون وبالمترجم معه خبر ترجم سوريا زي ما كان محكي سوريا اي تور بالمانيا بس مساعدينك حتى والله كانك طالبي مني بيشن انجيليه بطلبه بيشن انجيليه عادي تغلى مشكله ايش المشكله؟ لا وش نجي احمل خنفر؟ اي والله كله وذلي جنين انجيليين الا انا يعني هذا وخلص شكرا معطوك بدهم مخلصك انا ايه مخلصنك يعني ليه بعد شو بدي ترى؟ لا دي هذا حاله ليه جيت على المكتب خلص هذا هو ليه جيت على المكتب عشان ما شو حاميني يا بيمان هذا رد شيء بعد خلص ثار خلص انا كان كذا هذا لكثين لانه ابو غزوان كما ميري على العموم خلص ليه تغلى مشكله وانا مصرفا ما تكذب اوكي 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 خلص هاي فطرانيه هاي فتره مساعد يعني خوشنا وشلل خلص هذا كيلي كبير يصير فتره جديده زي المارينا بلاس خلص هذا هو انا مصرفا انا كذا انت خمسة يصير مطر فتره وبقي ساعات لفزنجين هنا هاي كون مساعدات ناس كبيره دي الله ماشي اوكي دي الله هلا وشكرا شو اللي صار بالضبط؟ طبعا هذه اللغه عشان نوضح لك يا اخوان هذه اللغه المسيحيه السريانيه هذه اللغه المسيحيه السريانيه عندهم اكثر من لغه كم لغه؟ عندنا هوايه بس انا اعرف بس 10 لغات يعني هذه اللغه المسيحيه شو قلت له يقول احنا ما نقدر نسوي هالشيء واللي تريدين تسويه روحي سويه واحنا ما عندنا لا بكان ولا عندنا مساعدات نساعدك وظلت بكيفك يقولوا لي واللي تريدين تسويه سوي قلت لهم انا دا اقول لكم طببوني مستشفى كان عندي موعد ثلاثاء واليوم جمعه صح لو لا قال لي صح قال لي قلت له اكو شيء اللي انتم ماذا تساعدوني به قلت له يقول لي احنا ما نقدر نساعدك يعني شوفي غير شيء ويقولوا لي روح على كنيسه المانيه لازم اصير انجيليه اولا على يعني ما اعترف بمريم عذراء ما اعترف بيها يعني هذا موضوع ثاني فانا ما يعني مريم عذراء اهم شيء شلون انا استغنى عنها يعني الله ما يقبل يعني تغيرين عقيدتك اغير عقيدتي من المسيحيين لان احنا عندنا عقيدات هوايه لازم اغير عقيدتي المسيحيه غيرت عقيدتك نعطيش يعني لا يعني احتمال ينطوني احتمال بعد يعني ما تعرف يقولوا لي يعني بعد لا تخابرين احنا ما نقدر نسوي شيء هي هاي الكنيسه قلت له انا سيد المسيح ليش هو هيك قلت
لو الله سبحانه وتعالى قال لكم ايش تسوون بالانسان؟ فهي هاي ظلت بكيف. هذا منو هذا عشان يعرفون اللي كلمتي؟ هذا السكرتير مالتي لانه قس يحكي هذا وياه. هذا السكرتير مال القس، هذا اللي يوصلها له، يوصل حكي كل ما يعطيش. طبعا وحدة. انا حاولت عشان اخواني ينتبهون اني انا اسوي مقابله، وقلت لها بس رفضوا المقابله، قلت لها لازم ندش الكنيسه وندش بالكاميرا ونقول لها انتم ليش تسوون فيها كذي؟ هذا انتم مو تقولون حقوق الانسان وحقوق الحيوان؟ عزكم الله الحين هذا حقوق الانسان، هذا وين حق هذه؟ عمرها تو بدش 20 سنه، ضاع عمرها من 10 سنوات وهي بالغربه. ليش ما تعطونا حقها؟ ليش ما تساعدونها؟ ايش تبون منها؟ شو المطلوب؟ احنا باختصار انتم سمعتوا وشفتوا بعد ما في، فاحنا نناشد الحين اهل الفزعه اللي يقدر يحل مشكلتها باقرب وقت ممكن يحلها، لان هي اللي انا شفته حوالينها ذئاب كثيره صراحه. الكل يبي ينهش عرضها، الكل يبي ينهش لحمها. والله ثم والله ما اقول الا الحق. اليوم تستحمل باكر ما تدرون شو يصير باكر، ما حد يدري. فهذا الحين لو صار فيها شيء دم برقبتكم. اما بخصوص اخواننا المسلمين هي ما عندها مانع، هي شو تقول الحين؟ تقول انا لو بغيت ادش بشيء ادش باقتناع، ما ادش عشان اخذ مثل الاسلام، لكن انا تعبت نفس ما انتم شايفين، تعبوني. انا تعبت. معقوله يعني خلوها تكش، وهذا الامر والله متعب ومؤذي، واحنا ما عندنا هدف ولا احنا جهه معينه، لا والله لا والله، احنا نطالب اول شيء من اخواننا واهلنا المسيحيين حلوا مشكلتها. اذا ما انتم قادرين تحلون مشكلتها خلوها تروح عند اخواننا المسلمين. نناشد السفاره الكويت، السفاره الاماراتيه، السفاره السعوديه، السفاره القطريه تتدخل. شو المشكله؟ نناشدهم. اذا انتم ما انتم قادرين تساعدونا احنا نناشدهم. نبي الفزعه، شوفوا فزعه الخليجيين، شوفوا فزعه الاسلام. في النهايه شنو حابه؟ في شيء لا انا ما عندي شيء بعد، خلص يعني. تعبت يعني. تقول لي امس دموعي انشفت من كثر ما ابكي، من كثر نظره الشباب حواليني تبتنهش. فانا حسيت اني لازم اكون قويه. لمتى اصبر؟ لمتى اصبر؟ لمتى اتحمل هذا الشيء؟ والله يعني مثلا انا مو مثل قبل استحمل كل حكايه، يعني هسه اني من يحجون وياي ابكي واضوج واقول لهم لا تحجون وياي. ليش؟ لان هاي مو شخصيتي، هاي شخصيه ثانيه تحكي. لانه انا لا، اذا تجي علي انا هادئ. مثلا انا ايش قد اقضي بعد عمري مثلا ان انا اعيش على دكتور واعيش. اذا مو انا البارحه حبايه ما اخذت مسطوره، راسي يعورني، معدتي ما متدمره يعني. اسمحي لي بس اقول، انا اليوم شفتش قبل المقابله قلتي بروح اسبح، وين سبحتي؟ سبحت يعني جماعه اعرفهم، ما عندي بكر. والله العظيم اقسم بالله هذا حق، ما انكر، وهذه شهاده اقول قدام عيني. قالت اروح بس ويي شيء يعور القلب. يا جماعه تخيلوها ان بنتكم ترضون على بناتكم، ترضون على شرفكم، ترضون على يعني هي ماني عارف. يعني انا والله بعض الاحيان ما اقدر اوصل المعلومه، يعني شفت شغلات وايد ما اقدر اوصلها، وسمعت شغلات وايد ترى هي ما قالت شيء، ما طلعت كل اللي عندها. لكن نطلب من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان الله يسخر لها اي سفاره او اي انسان يحل مشكلتها هي وغيرها، مو بس هي وغيرها. وانا اقول لكم اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يثبت. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة
ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر، فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر.